دي جي ميرو. هو جوزك بيشتكي من ايه بالظبط يا بنتي؟ والله يا دكتور ما حد كلمه، ده كل الحكاية ان العيال دول قالوا لي يا بابا عايزين ناكل محشي وصينية رقاق. صح يا عيال؟ صح يا ماما. ايوه مش فاهم برضه، هو المحشي بيعمل كده في الناس؟ اسأله بقى هو يا اخويا، اهو متلقح عندك اهو. غيرك يا ابني، محشي ايه اللي عمل فيك كده؟ ايه الحكاية؟ الحكاية يا دكتور ان بعد العيال ولاد الكلب دولت لما كلموني وعايزين ياكلوا محشي ورقاق، رحت اشتري من الجزار كيلو اللحمة طلع ب250 جنيه، ورحت جبت الرقاق ودقيق والرز والفلفل والكوسة. المهم يا دكتور عشان ما اطولش عليك، الأكلة دخلت لها في 380 جنيه. أول ما أكلم الولية أقول لها أنا جبت الحاجة، هتعوزي حاجة تانية قبل ما أرجع؟ حصل يا حبيبي، وقلت لك هات فراولة ولب وأنت جاي. يا دكتور العملية دخلت في 450 جنيه. يعني ده كده يا ابني هو اللي تعبك؟ لا يا دكتور، ما أنا جايلك لسه في الكلام. ولا ابن الكلب الأولاني اللي تحت رجلي دوت كلمني في التليفون وبيقول لي هات لي كيس شيبسي وانت جاي يا بابا. والواد التاني ابن الكلب دوت بيقول لي بابا وانت جاي هات لي بيبسي انا بحبه. كده يا دكتور صرفت لي يجي 500 جنيه، وبعدها بساعة يقوموا يجوعوا تاني يقولوا عايزين ناكل يا بابا. يعني يرضيك يعني يا دكتور يغدينا يعني وما يعشناش؟ اه قلبي انا عايز انه يقف. بابا استنى يابا، ما تموتش قبل ما ناكل المحشي والرقاق. الحق ياض ابوك شكله فيص.